تلقى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي الأقجع صفعة أمريكية جديدة بعد تعذر حصوله إلى غاية الآن على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بتطور أثار الكثير من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا الرفض أو التأخير، خاصة بالنظر إلى المكان التي يشغلها داخل هياكل كرة القدم القارية والدولية. وقد وصلت بعثة المنتخب المغربي إلى أمريكا دون فوزي الأقجع في صدمة أثارت استياء كثير من العياشة الذين تساءلوا عن سر رفض الولايات المتحدة الأمريكية تقديم تأشيرة الدخول لبارون المخدرات فوزي الأقجع. وتزامن هذا الرفض مع ارتباط اسم فوزي الأقجع بتهم تتعلق بكرتالات المخدرات وعمليات تبييض الأموال وقضايا فساد، حيث سبق أن أدرج اسمه ضمن القائمة السوداء الأمريكية عقب ورود اسمه في قضية إسكوبار المغرب. في خطوة فجرت موجة من الجدل وأحرجت الرباط أمام الوفود الدولية، عادت إلى الواجهة الإعلامية وبقوة رفض الولايات المتحدة الأمريكية منح تأشيرة دخول لفوزي الأقجع وزير المالية والميزانية المغربي ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وبينما تلتزم السلطات المغربية الصمت التام تجاه هذه القضية الحساسة، عادت بقوة هذه الفضيحة إلى الواجهة، مما أثار شكوكا واسعة لمنعه من حضور المونديال.